السلام عليكم، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. مشتاقة لكم كلش هواية. رجعنا فيديو جديد وكلش حلو، فيديو روتين إن شاء الله يعجبكم وتاخذون طاقة حلوة، تتونسون، تستفادون من هذا الفيديو. نبدي طبعا بروتيننا وفيديونا اليوم. بسم الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد طبعا ما غسلت الجراج المماشي كملت وتشوفون ملابسي كلها مي. بس حبيت اشوفكم هنا الفراولة ما شاء الله على لونها، بدت تنطي لون حلو وجمال وشكلها ما اعرف كلش حلوة. بس حبيت اشوفكم اياها واشارككم من الزرع اللي بدا. شوفوا ما شاء الله هنا الطماطة بلشت تنطي لون حلو. طبعا هي مو كلش هواية زرعات، بس احنا نحب بالحديقة نزرع هذه الشغلات. شوفوا تحسون كلش انه من تشوفون انتو زرع زرعتوه وبعد طلع الثمار مالته بدا لونه ينطي لون حلو، يعني بيه حياة، راح تحسون براحة كلش حلوة. اللي يحبون الزرع وهذه السوالف، اللي ما يحبون الزرع طبعا هذه براحتكم، يعني تقدروا تتخطون. بس حبيت أشارككم بهذه الشغلات الكلش حلوة، تنطيكم طاقة حلوة وتتونسون وياي بالحديقة. شوفوا هنا لأشوفكم البوتيتا زرعنا شتلة، يعني مو كلش كبيرة. شوفوا ما شاء الله الكمية اللي طلعتها، يعني هنا أنا تفاجأت، شفت الكمية من البوتيتا داخل، وأول مرة أني بالزرع فبهذه يعني البوتيتا. شوفوا ما شاء الله يعني من شتلة واحدة انطت هذه الكمية الكبيرة، فما شاء الله كمية كبيرة. وطبعا وطعمها كلش حلو، لأن هذه النوعية بالبوتيتا تكون طعمها طيب وبسرعة تستوي. هنا طبعا دخلت حتى أرتب وأعزل وياكم الأسواق ونسوي اليوم أكل أو طبخة كلش سهلة وناجحة بخطوات راح نسولف بيها وياكم حتى تنجح عندكم. بالبداية هنا أنا عندي البيض، دخلته مكان طبعا حافظة البيض أنا غسلتها نشفتها كل زين. بعدها دخلت بيها البيض. هنا عندي المسواق ومثل ما تشوفون فبديت أعزله. هذه الأشياء نكملها قبل لا نبلش بالغداء وشغلات الأساسية. وطبعا هنا أنا منو عندي يساعدني بالمسواق. شوفوا البنوتات المعدلات اللولو تساعدني. طبعا حابة أشكركم على الفيديو السابق بكيكة لولو عيد ميلادها، فكلش فرحت أني أذكر لها الأسماء، أقولها لولو هذا بالاسم اللي معلق بالاسم وكاتب لك كل عام وانت بخير وهالكلمات الحلوة، فأذكر لها تبتسم. يعني حابة انه اعرفها ان عندنا عائلة كلش حلوة. طبعا ربي يحفظكم على تعليقاتكم، على طيبة قلبكم وكلامكم اللي كلش افرح بيه. وطبعا مثل ما شاركتونا هذه الفرحة، ان شاء الله يا رب دايما تشاركون وشارككم افراحكم ومواقفكم الحلوة. هنا أنا طبعا بعد ما كملت رحت اخذت كرفس عندي بالحديقة. في اليوم مش راح نطبخ، راح نطبخ كبة التمن اللي متعودين عليها، بس راح نسويها بخطوات كلش سهلة وانه تطبقوها. يعني حتى المبتدئات البنوتات اللي مبتدئات بالطبخ يقدر يسووها، يعني كلش سهلة. شوفوا هنا أنا أخذت اللحم عندي وطبخته. طبعا اللحم أطبخه شوية من الزيت، وإذا بي نسبة يعني من الدهون ما أضيف زيت، مجرد على الطاوة ونحمسه. بعد ما ينحمس عندنا كل زين نضيف له البصل، نضيف له الكرفس والبهارات، نتركه يبرد على جهة لبين ما نكمل التمن. طبعا هنا التمن الكمية اللي أنا استخدمتها 4 كوابة أو 4 قلاصات من التمن نقعتهم. تمن العادي الأفضل، التمن العادي ما نستخدم التمن البسمتي. طبعا التمن العادي راح ينجح عندنا وما يعذبنا بالكبة. طبعا تركت التمن يبرد عندي، ضروري هاي الخطوة انه تبردوه. هنا أنا دا أعزل بالكاونتر وتشوفون هذه الهوسة، بما انه مسواق وترتيب
فدا عزله ودا اخذ هذه الشغلات اللي ما احتاجها، وشغلات اللي احتاجها دا ارجعها لمكانها ونرتبها وياكم سوية. شوفوا الهوسة اللي صارت، طبعا هذه الشغلات مخلصتها وأوراق كلش ما تفيد فلبيتها، رتبتهم ومسحت المكان ورجعتهم. هنا عندي التمن. الخطوة المهمة بالتمن لازم يكون دافي، ما يكون لا بارد ولا كلش حار. هاي خطوة كلش مهمة حتى تنجح عندكم الكبة. ونهرسه، طبعا الهرس كلش سهل، بعد ما تصفوا ترجعوا بالجدر وتهرسوا هرسة وشون تقولون تجمعونها تصير عجينة كلش سهلة. طبعا أني خلطت وياها بوتيتة تنطيها طعم كلش طيب، هشاشة حلوة. وإذا حابين تقدروا تضيفون وياها شوية من النشا، هم ينطيها قرمشة كلش حلوة. بس هذه أسهل طريقة حتى تسوونها وتنجح عندكم. شو تشوفون بالطريقة هذه؟ تشوفون إنه شغلات بسيطة، بس هذه الطريقة حبيت أبسطها لكم والمبتدئات اللي حابات يسوون الكبة كلش سهل. وهنا أنا ما سرعتها بس حتى تبين عندكم شلون ألف الكبة، يعني أخذها دائرة وبعدها أفتحها، أطلع الهواء منها وبعدها ألفها، يعني طريقة كلش سهلة وبسيطة. كل مرة أني من أطبخ أخذ كمية زيادة عن الكمية اللي أحتاجها، حتى الكمية الزيادة يعني ما أتعب، كمية زيادة مو كلش هواية أدخلها للمجمدة أو للفريز تجمد عندي. أحتاجها بمرات طبخ سريع فأطلعها. مثل ما تشوفون هنا أنا قليتها وما تتفلفل عندكم، سهلة حتى ما تكون كلش صعبة بالتقلاء. شوفوا أخذت لون كلش حلو، يعني هذه الطريقة اعتمدوها لأن طريقة كلش سهلة وبسيطة. وشون حابين تسوون الأشكال، طبعا الأشكال كلش سهلة بإيديكم، حابين تسوونها هذا الشكل الدائري أو حابين تسوونها من هذا الشكل يعني براحتكم. شوفوا هنا أنا بعد ما كملت أشوفكم الداخل مالها ما شاء الله تشوفون كلش طيبة وهشة ومقرمشة من خارج مالتها، طعمها كلش طيب. طبعا مثل ما تشوفون قدمتها بهذا الشكل، وسهمنا وسهمكم العافية ومكانكم خالي. جربوا هذه الطريقة إن شاء الله تنجح عندكم للبنوتات اللي مبتدئات بالطبخ. هنا بديت أعزل بالباقي المسواق، طبعا هذه الغذائية احنا نسميها أو المواد الغذائية الموجودة، فدا أعزل بيها أدخلها بحافظات، أرتبها حتى ما يبقى عندي المطبخ خوسة. ومثل ما تشوفون أمسحها وأنا منشفتها وماسحتها، بس أمسحها من الخارج مالتها وبعدها أضيف باقي المواد. مثل ما تشوفون هذا الكيس وهذا الكيس الثاني طبعا بقى قسم منه أدخله بحافظة ثانية. بس حبيت أشوفكم أنه طبعا هذه المسواق بعد ما كملنا الغداء، المسواق الثاني بقيته حتى ما يصير علي هوسة وأتعب كلش هواية بالترتيب وتنظيم المسواق. فخلوا دايما أوقاتكم منظمة، أنتو أم البيت الحلوة هي ترتب وتعدل يومها حسب وقتها هي، يعني شلون وقتها يسمح لها أنه ترتب هذه الشغلة. وعادي إذا أجلتوها الفترة، يعني هذه أجلتها بعد ما كملت المسواق الخضروات وهذه الشغلات، بلشت أدخل هذه بحافظتها المواد الغذائية حتى ما تصير عندي هوسة. طبعا هنا أنا تقريبا بالليل بس طلعت الكبة اللي جمدتها وحبيت أدخلها بالأكياس. بس حبيت أنطيكم هذه النصيحة إن شاء الله تفيدكم. هذه الأكياسة لازم تكون عندكم بالبيت، سعرها طبعا كلش مناسب. هذه النوعية الثانية إذا حابين تدخلوها أو تجيبوها للبيت هم كلش راح تفيدكم، تغطون بيها الشغلات الأكل، تستخدمون بيها للماسكات هم كلش حلوة. بس هذه النوعية ضروري تكون عندكم. طبعا هذه كلش كبيرة، ما يتعدى 1500 يعني كميتها، وشوفون الرولة مالتها كلش كبيرة، فكلش راح تفيدكم. وكل مرة أقول لكم إن شاء الله استفاديتوا استمتعتوا حبيتوا هذا الفيديو. أشوفكم إن شاء الله فيديو جاي، وأترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.